إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مملكة الطيور. موضوعنا اليوم إخواني الكرام سأتحدث فيه عن أهم علامات الجهوزية التي تظهر على الذكور. فمن بين أهم علامات الجهوزية وهي العلامات المهمة التي سأذكر الآن، هناك 3 علامات مهمة إخواني الكرام. أول علامة إخواني الكرام وهو التغريد المستمر والقوي بالنسبة للذكر. يصبح الذكر يغني بصوت قوي وعالي وبشكل مستمر، فهذه علامة من علامات الجهوزية عند الذكور. أيضا علامة أخرى إخواني الكرام وهي عند الإمساك بطائر الكناري بين اليدين، النفخ على بطنه نرى عضوه الذكري بارزا ومنتفخا شيئا ما، فهذه أيضا علامة من علامات الجهوزية. هناك علامة أخرى إخواني الكرام وهي عندما نضع قفص الذكر أمام قفص الأنثى، نرى الذكر يترنح يمينا وشمالا كأنه يقوم برقصة ويدل جناحيه ويبدأ بالتغريد القوي والمستمر، فهذه أيضا علامة من علامات الجهوزية إخواني الكرام. ولا يمكننا أن نتحدث عن هذه العلامات في ظل أن الكناري لم يتجاوز عمره 8 أشهر. يجب أن يكون عمر الكناري لا يقل عن 8 أشهر حتى نتحدث عن جهوزيته. فكانت هذه من بين أهم العلامات التي تظهر على الذكر عند جهوزيته. فالمرجو الاشتراك معنا في القناة حتى يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.